فوجدنا أنفسنا المغرب لقى راسو أن كاين الناس اللي باغين الإصلاح ما باغينش الملكية، والناس اللي كيساندوا الملكية إلا من رحم الله كينغمسوا في الفساد. هذا التقاعد مشكل مغربي وقع بسبب قرارات درناها النهار اللي كانت الوفره، ما انتبهنا شيء باللي راه جاي المشكل. كان سوء التدبير وسوء الحكامه. حتى بضع سنوات كان الصندوق المغربي للتقاعد لا سي ام ار ملحقه لوزاره الماليه تديرها كما تشاء، والمدخرات ديال الموظفين كانت تدخ في الميزانيه ديال التسيير ديال وزاره الماليه، وهذه من الحماقه. نعم، من كان المسؤول في تلك الحقبه وتلك الحقب؟ كل الحكومات اللي تعاقبات وكل وزراء الماليه اللي تعاقبوا على هذا القطاع كانوا يتصرفون في مدخرات العمال في مدخرات العمال كما يشاءون، بينما قواعد منظمه العمل الدوليه كتقول بان المدخرات ديال المنخرطين يجب ان توظف احسن توظيف. ثانيا يجب أن تكون هناك أمان على هذه المدخرات، لا سيكوريتي دو ليبارن. ثالثا أن تستثمر في مشاريع مدرة لصالح المنخرطين. بينما نرى أن الآن هل هناك صندوق للتقاعد؟ رأيتهم يوما بنوا دور للحضانة أو دور للعجزة والمتقاعدين، بل المدخرات ديال الطبقة العاملة تستثمر في الفنادق الفخمة وفي المارينات وفي ملاعب الجولف. راه بحال كتجرع الدواء مر، ما نجيش نكذب على المواطنين نقول لهم انا راه جايب لكم واحد الدواء غادي يعالج لكم هذا النظام ديال التقاعد ديالكم وحلو وبنين. ماشي صحيح، هو علاج هكذا والسلام. قولوا لي تعمل بالتدريج. خصكم تعرفوا باللي الاصلاح ديال التقاعد بحال شي واحد خصو يوصل للسطح، ما يمكنلكش تعطيه واحد السلوم اللي يبقى له فيه 2 متر. انت عطيتي لي سلوم، اتفقتي معايا على الاصلاح وعطيتي لي سلوم قلتي لي واطلع، ولكن كنوصل كنعيان تشعبق والو. الا عندك شي بديل جيبوا لي فين نطلع للسطح ونوقف ونغوت نقول نجحت في الاصلاح، انا قابله منكم.